ازيكم عاملين ايه؟ انا فاطمه الزهراء. النهارده بقى هنعمل حاجه مختلفه للمكرونه. هنعمل مكرونه بالبينكي صوص. عايزاكم تتفرجوا لاخر الفيديو عشان خاطر تشوفوا ايه البينكي صوص ده او الصوص الوردي. اول حاجه هنسلق المكرونه. هنجيب حله ونحط فيها ميه ونحط رشه ملح ومعلقه زيت. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير للفيديو. وبعدين هنستنى ما الميه تغلي وهنحط المكرونة. تقدروا تختاروا نوع المكرونة اللي انتوا حابينه براحتكم زي ما انتوا عايزين. انا اخترت المكرونة البنة، اخترت كيس 400 جرام. خلينا بقى نبتدي نحضر اول خطوة في البينكي صوص. اول حاجة هنبتدي نحضر صوص بشاميل عادي جدا. المقادير اللي انا هستعمل معلقتين زبدة قصادهم معلقتين دقيق. زي ما قلتلكوا قبل كده ان البشاميل لازم يكون الزبدة تكون قد الدقيق بالظبط، وبحط معالق دقيق كبيرة. معلقتين زبدة كبار ومعلقتين دقيق كبار. وانا بحضر البشاميل بكون موطيه النار عشان خاطر البشاميل ما يتحرقش مني. واهم حاجه ان انا اضربه كويس جدا 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 وبسرعه، واكون مهديه النار عشان خاطر الدقيق ما يكلكعش. لو لقيتوه ان هو بدأ يكلكع منكم شويه ما تقلقوش. وبعد كده اول ما البشاميل يتضرب مني كويس هبتدي ان انا هضيف اللبن. هبتدي اضيف اللبن تدريجيا. انا حطيت كوبايتين لبن، بضيفه واحده واحده عشان خاطر ما يكلكعش مني. وابتدي اضرب جامد جدا لحد ما البشاميل يتظبط معايا. البينكي صوص هو عبارة عن مزيج ما بين الوايت صوص والريد صوص. بعدين هنبتدي نحط التوابل. هنحط ملح وفلفل اسمر بس، مش عايزين نكتر في التوابل بتاعة البشاميل عشان خاطر الريد صوص هيبقى فيه كمان توابل، فعشان خاطر ما تبقاش حادقة او يبقى طعم التوابل غالب على طعم المكرونة فمتبقى طعمها مش حلو. وكده يبقى احنا خلصنا اول جزء من البينكي صوص، صوص البشاميل. سهل جدا مفهوش اي حاجة وتغيير جدا جدا المكرونة، وصدقوني تحفة لازم تجربوها. هتفرق قوي معاكو اما تجربوها. خلينا بقى نبتدي ان احنا نحضر المكون التاني اللي هو الريد صوص. هنجيب معلقتين زبدة او ممكن تستعملوا زيت زيتون زي ما انتوا حابين. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير للفيديو وفعلوا زر الجرس. وكمان هسيب لكم الاكونتس بتاعت الفيسبوك والانستجرام والتيك توك تحت في صندوق الوصف. عايزاكم تعملوا فولو الاكونتس. هستنى اما الزبدة تسيح، وهكون مجهزة بصلة مقطعة قطع صغيرة. هنزلها كده وهقلبها، وهستنى لحد ما البصلة تدبل. اقلبها كويس قوي. هسيب لكم كل المقادير تحت في صندوق الوصف. وهحط 3 فصوص توم مفرومين، وهشوح كده التوم مع البصل. عايزه اقول لكم ريحتهم مع بعض تحفه، والطعم في الاخر جنان. بجد مش هتندموا لو جربتوها. هنقلبهم كده مع بعض واستناهم يتبلوا لحد ما ياخدوا اللون اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنزل عصير الطماطم، حوالي كوبايتين من عصير الطماطم. كأني بعمل صلصة طماطم عادية جدا لمكرونة بريد صوص. وهحط معلقتين من الصلصة، رشة ملح ورشة فلفل اسمر ورشة زعتر. ولو عايزين طعمها يبقى ايطالي قوي ممكن كمان تحطوا ريحان مجفف. انا حطيت هنا برضو توابل فعشان كده قلتلكم ما تحطوش توابل في البشاميل. وهنحط معلقة سكر صغيرة، وهنقلبهم مع بعض وهنستنى لحد ما تتسبك. بس كده احنا كده خلصنا المكرونة اللي بالبينكي صوص. سهلة جدا ومفيهاش اي حاجة وما اخدتش مني وقت خالص، وتغيير لروتين الاكل وطلع طعمها تحفة. بعدين نغطي عليها ونستناها تتسبك. اهي الريد صوص بتاعنا اتسبك. عرفنا ازاي ان هي اتسبكت؟ لقينا السمنة طلعت فوق والصوص نزل لتحت.
كده انا بعرف ان هي اتسبكت. بس كده، مفيهاش اي حاجة خالص. الخطوة بقى اللي بعد كده هنجيب البشاميل بتاعنا اللي احنا عملناه ونقوم حاطينه على الريد صوص. ممكن تشوفوها ان هي حاجة غريبة، بس لا، طالعة طعمها تحفة. عايزة اقول لكم على حاجة، لو انتوا ممكن تستبدلوا البشاميل بكريمة الطهي، بتبقى طعمها حلو جدا وكريمي، بتبقى طعمها برضو فظيع. بس انا ما كانش عندي كريمة طهي فعملت بشاميل، بالاتنين بتطلع طعمها حلو جدا. واقلبهم مع بعض لحد ما تديني اللون ده. بس كده. وبعدين هقوم حاطه المكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها. طلع طعمها فظيع، تحفه تحفه تحفه. بجد لازم تجربوها. من ساعه ما جربتها بقيت بعملها كتير جدا. ما تنسوش بقى الكومنتس وقولولي رأيكم في المكرونه ايه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل جديد، ولايك وشير للفيديو لكل صحابكم. وهستنى بقى الكومنتس بتاعتكم اول ما تجربوا المكرونه، هتعجبكم جدا. بجد طلع طعمها تحفه تحفه تحفه. وبعدين بقى هنغرفها ونقدمها، بس لازم ناكلها وهي سخنه. وبالهنا والشفا. باي باي.